اسمي فارس عبد ربه محمد عباد الزراعي من اليمن، من مواليد صنعاء، تاريخ 11/4/1980. متزوج ولي 3 أولاد وبنت، أي مجموعهم 4 أولاد. الشيخ فارس، أنتم في الأصل من مدينة البيضاء الأصول؟ من البيضاء رداع. من رداع. نعم. لكن ولادتك أنت في صنعاء؟ ولادتي في صنعاء. أي منطقة في صنعاء؟ في حي معين. حي معين. نعم. إذن ولادة في صنعاء والأصل في رداع. هناك تواصل بينك وبين الأهل في رداع؟ نعم. نعم. هناك شيء من التواصل. هذا يميز اليمنيين حقيقة. اليمني مهما انتقل إلى العاصمة وإلى المدن يبقى انتماءه ويبقى اتصاله مع عائلته. نعم. آخر زيارة لي إلى اليمن ذهبت برضو إلى قرية وزرت أقاربي وصلت أرحامي. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى. في أي عمر بدأت تهتم بكتاب الله عز وجل؟ من بداية حياتي وأنا أعرف نفسي، يعني نحن والوالد نذهب بنا إلى المساجد وإلى مدارس التحفيظ، وكانت البداية من صغر سني. أول ما جلست في حلقات القرآن أي عمر كان؟ هذا أتذكر أول ما عرفت نفسي كان أخي يذهب إلى المدرسة، كانوا أكبر مني بسنوات، فكنت ألح عليهم أني أذهب، فذهبت. كان اسمها جامعة ذيبة. وين في المنطقة هذه؟ في قريب نفس المنطقة في حي. كان هناك أحد المدرسين القدامى شديد. أو الفلقة؟ أو دون الفلقة، فحصة الأذن. نعم. فحص أذني وقلت لهم لن أعود أبدا. خلاص. أبدا. هذيك أول ما أذكره، كنت حتى صغير لا أتخيله ولا خير. كان الوالد جزاه الله خير يشجعنا بكل ما أوتي من قوة. طيب، المرحلة الثانية، البدء بالتلاوة صحيح، متى كانت هذه؟ البدء بالتلاوة صحيحة والله أعلم. أعتقد أنه كثر الاستماع إلى القراء ومحاولة القراءة مثلهم هي التي جعلت اللسان يتعود على هذا الشيء. هذا البداية، لكن الضبط أتى في عندما بدأت الهمة الصحيحة لحفظ القرآن. في أي مرحلة بدأت تضبط تلاوتك شيء فشيء؟ بدأنا في مدرسة تحفيظ جمعية القرآن. جمعية القرآن الكريم. نعم. في صنعاء. نعم. افتتحت حلقات نموذجية. في أي عمر هذا؟ أعتقد في 11. وافتتحوا حلقات نموذجية، فكان من حسن حظنا أن أرسل الله لنا الشيخ فضل مراد، فكانت البداية ممتازة جدا وكانت مشجعة وبدأت، فكان له الفضل في هذا الأمر. ثم الشيخ خالد ناجي كان له أيضا فضل كبير جدا في هذا الموضوع، حتى أنه ثبت لنا مسألة التلاوة المضبوطة. الآن نعود إلى مسحة الحزن. حقيقة أنا جاءتني أسئلة كثيرة عن سر مسحة الحزن اللي موجودة في تلاوتك. هذه ورثتها من القراء الذين سمعتهم؟ من كنت تسمع في الصغر شيخ فارس؟ أنا كنت أسمع قراء كثير، بس كان الأبرز فيهم الشيخ محمد المحيسني. نعم. والشيخ عبد الباسط. لكن طريقتين مختلفات. طريقة الشيخ عبد الباسط تختلف يعني. سبحان الله، يعني نعم. أظنها شيء من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحيانا يهب الله عز وجل، لكن هذا الذي بدأت فيه. كانت بدايتي يعني من الشيخ محمد المحيسني والشيخ عبد الباسط، وبعدها بفترة أيضا أذكر أنه كنت أنا والدي في زيارة لوالدتي رحمة الله عليها، فاستمعنا إلى قراءة الشيخ محمد عبد الكريم. نعم. قراءته يعني فيها شيء من الخشوع والحزن، فكان لها أيضا وقع كذلك على قلبي. طيب، ناخذ واحد واحد. بس الشيخ عبد الباسط كنت تسمع ماذا؟ المحافل أم تلاوة قراءتها التحقيق. التحقيق. اللي هي قراءة. تذكر سور معينة يعني لا تزال عالقة في بالك؟ سورة التكوير وأيضا قصار السور. لكن يبدو أنه هذا مجرد سماع، يعني ما كنت تحاول تقلد وكنت تحاول تقلد؟ بل سجل لي في ذلك الوقت من بعض جماعة المسجد. نعم. وأنا صغير سجل لي هذا التقليد. كنت تقلد؟ نعم. أقلده. والشيخ المحيسني أيضا كنت تقلده ولا مجرد حب استماع؟ لا، كنت أقلده وصليت فيه تقريبا 1 أو 2 تراويح. ما شاء الله. حتى أن الوالد إلى الآن يتصل فيني إذا تذكر لك رد على أيام زمان. ها؟ إيه، كان يرسل لي في بعض صلاة التراويح التي تبث مباشرة، فيقول لي أقرأ بصوت الشيخ المحيسني. قلنا له الناس أتوا بي على أساس أقرأ بصوت فارس عباد. نعم. مش بصوت الشيخ محمد. نعم. إذا كان يسويك الشيخ المحيسني والشيخ عبد الباسط والشيخ محمد عبد الكريم.